بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، صحاب قناة شوت ونشوط اللي دايما منورين السوشيال ميديا، منورين بتعليقاتهم، منورين بأفكارهم، بالنقاشات اللي بتتعمل في القناة معاكم. مش مهم عددها، صدقوني أنا مبسوط بيها ايا كان العدد، لكن الناس المحترمه اللي من المغرب واي مكان في الوطن العربي وافريقيا بيتكلموا وبيعلقوا على راسي من فوق، ودايما منورين قناه شوت ونشوط. حابب اتكلم معاكم النهارده. احنا اتكلمنا في البث، واتكلمنا في ايه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك وايه اللي بيحصل في داخل النادي الاهلي، وباختصار بسيط قوي. الفوز طعمه حلو، النتائج اللي بتيجي من وراه فيها مكاسب كتير تقدر تستفيد منها، بس المهم وانت بتستفيد تستفيد ازاي وازاي تعظم الاستفادة. اتكلمت معاكم وهقصد واكرر تاني واقول اتفرجوا على فكر الاستثماري اللي موجود في النادي الاهلي. الفريق اللي قدر يكسب بطولة حتى لو ما فيهاش جوائز مالية كبيرة قوي، زي ما ناس محترمين كتير في السوشيال ميديا بيتكلموا ان الجوائز لا تليق بالاهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز، بس ازاي الاهلي قادر يعظم المكسب ده؟ ازاي الاهلي قادر ياخد لعيبه ويطلعهم على شاشات؟ ازاي يجيب لهم دخل؟ ازاي بدل ما بيجيب بس حمله اعلانيه للعيبه ويبقى جزء من الايراد للعيب ومن دخل اللعيب ومن اللي الاهلي بيعرضه على اللعيب، ازاي قدر يسوق امبارح لاعب واثنين وثلاثه وخمسه وبيسوقها على قناه ابو ظبي؟ وازاي قادر وازاي يجيب لهم مردود مادي، وازاي اللعيبه تبقى بفلوس ولعيبه كمان مصابه وخارج القايمه خالص، ازاي قادر يراضيهم؟ الناس اللي كانت بتتكلم على ان حسين الشحات هيتجدد ولا مش هيتجدد، عايز فلوس قد ايه، يجدد سنه ولا سنتين؟ اتفرج على البرنامج واتفرج على اللي بيحصل، شوف الاهلي بيوفر فلوس ازاي والكلام ده واصل للعيبه ازاي. تعرف ان حسين الشحات هيجدد، اللي الاهلي هيمشيه هيمشي، لانه بقى عنده ثقه في الاداره، عارف ان الفلوس اللي بتيجي حتى لو ما خدهاش في التعاقد شركه الكره بتجيبها، الاستثمار في النادي الاهلي بيجيبه له، الاعلانات بتجيبه له، ظهور التلفزيون بيجيبه. لا، الاهلي بيدي درس للي عايز يركز، بيدي درس جوه الملعب وبره الملعب. لا، تحس كابتن محمود الخطيب، ياسين منصور، الاثنين ليهم كل الاحترام، الاثنين ما بيظهروش. سيد عبد الحفيظ نفسه ما ظهرش، سايب صاحب الفرح وليد صلاح الدين اللي جه في وقت مع عماد النحاس صعب، اللي كان بيكمل مشوار صعب، هوب تلاقيه هو اللي بيظهر وبدا يتكلم وبدا يقول وهو اللي موجود في البرامج وياخد حقه. اداره النادي الاهلي بتدي درس انك تسيب صاحب الفرح هو اللي يتكلم، هو اللي يبقى ظاهر، هو اللي يقول، اللعيبه تحس بيه، هو اللي اللعيبه تبدا تتكلم معاه وتحس انه فعلا همزه الوصل. محدش بياخد مجهود حد، اللي اشتغل خد، اللي اشتغل يلاقي. ده درس مهم، اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك يبص على الدرس ده، يشوف ايه اللي النادي الاهلي بيعمله، بيعظم مكاسبه ازاي حتى لو المكاسب الماديه قليله. حبيت اتكلم وادي درس للي مش عايز يعرف ولا عايز يشوف. محاوله مني ان انا اقول لكم شوفوا اهي الناس بتتكلم وافراح، وازاي الاهلي يستغل ده ومن غير ما يأثر مع لعيبه راح المنتخب، من غير ما يأثر. لا، قادر. عاجبني ان النهارده بقى يخلص فرح السوبر، تلاقي الاهلي فيه نقاشات في حتت تانية، تلاقي الاهلي مع كابتن سيد عبد الحفيظ، مع لجنه تخطيط، مع سروب، مع وليد صلاح الدين، بدأوا النهارده يحطوا ايديهم على نقط مهمه، على الناشئين عابدين، بيتفرجوا بيشوفوا هيطلعوه معايشه ولا لا. لا، تلاقي انه الاهلي النهارده بدأ يركز، وانه كابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى بوضع مختلف خالص عن الكابتن حسام غالي داخل المجلس، وانه فكره لا هيتنفذ، وانه الاحترام المتبادل، انه ازاي وليد صلاح الدين وهو اكبر من سيد عبد الحفيظ سنا وبيقول كابتن سيد عبد الحفيظ، ان الكابتن سيد عبد الحفيظ من انجح الشخصيات اللي مسكت، ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى شيء مؤثر
تحس ان في احترام، في نفس الوقت تحس ان الكابتن سيد حفيظ وهو سايب وينجح وسايب يدوق طعم النجاح. ده استثمار لنجاح المكسب للسوبر، استثمار ونجاح لمكسب السوبر. تكمل كتير عايز تلاقي. طب تعالى على الجنب التاني، خساره مش قادرين يطلعوا من الخساره مجلس اداره نادي الزمالك. طب يصدر ايه للاعلام؟ احنا هنشتكي زيزو، سلم على الكابتن هشام نصر، ما سلمش على الكابتن هشام نصر. طيب كنت اتمنى ان كل اللي اعترضوا، وانا لو بتاخد رايي على طول هو من غير رغي كتير، زيزو غلطان انه ما سلمش، اسلوب رياضي كان يسلم. ولو هشام نصر ما مديش ايده حتى لو طلع بطل، بس كان هيبقى عنده غلط. لكن النفس البشريه انت ما تقدرش، انت قاعد او انا قاعد ماسك سماعه ولا ماسك ميكروفون وبتكلم وانت بتتفرج عليا، تقدر تقول رايك بالراحه وتاخد قرارك بسهوله. لكن اصلا لاعب مشحون خلال ال90 دقيقه، كان كل واحد في الملعب اهلاوي حاطط ايده على قلبه من رد فعل زيزو اثناء المباراه او بعد المباراه. لكن الاحترام المتبادل من زيزو لعيبه الزمالك او من لعيبه الزمالك لزيزو، لعيبه الزمالك طبعا عايزين يكسبوا زيزو ويكسبوا حسين ويكسبوا ابراهيم، عايزين يكسبوا الماتش طبعا. بس ده مش هيمنع السلام، ومش هيمنع ان هما الاثنين لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي هيتقابلوا في المنتخب وهيكونوا مع بعض وهيكونوا في اللوبي مع بعض وهيكونوا بياكلوا مع بعض وعايزين يكسبوا مع بعض وعايزين يعاونوا بعض ويساعدوا بعض. الجمهور يا كابتن هشام من حقه يقول اللي هو عايزه، بس انت كمان يا كابتن هشام، انت ومجلس ادارتك سبب من الاسباب اللي بدل ما بتتكلم في مشاكلك انت عمال تصدر ان المشكله وتقول ده زيزو وحش، اصل زيزو قعد سنه يتفاوض وفي الاخر ما كانش واضح. لو من الاول انت كنت واضح ما كانش وصل للمرحله دي. حاسب نفسك يا كابتن هشام قبل ما تحاسب زيزو. ركز على الفرقه وشوف ايه اللي مطلوب منك عشان الفرقه دي تفضل واقفه وتفضل مهمه جدا في الكره المصريه. شوف انت هتعمل ايه للفرقه عشان لما تسيب مجلس ادارتك والمده بتاعتك تخلص ايه اللي الزمالك وجمهوره هيفتكره لك. مواقف ولا ارض بتتسحب ولا بطولات بتخسرها ولا ايقافات قيد جديده زي فرجاني ساسي النهارده. فرجاني ساسي النهارده بياخد حكم جديد على نادي الزمالك. انت هتسيب ايه لنادي الزمالك؟ الارث اللي انت هتسيبه لنادي الزمالك ايه يا كابتن هشام انت ومجلسك وكابتن حسين لبيب؟ حلوا المشاكل، اجتمعوا مع اللعيبه. انا لو مكانك ومكان الكابتن حسين لبيب انا كافئ اللعيبه، كافئ اللعيبه ان لعبت وحاولت واجتهدت ومفيش بدايل بره. لعيبه كانت مصابه زي بزيرة وعايز يلعب، لعيب زي ناصر ماهر زي عبد الله السعيد يستاهلوا. مش خساره مباراه الاهلي تضيع كل حاجه. ابني